السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم أصدقائي المتابعين؟ طمنونا عنكم، يا رب جميعا كلكم تكونوا بخير. معكم حنين من غزة وهي قناتي. طبعا في البداية أنا حابة إنه أطرح موضوع المناشدة اللي طلعناها على قناتنا على اليوتيوب، واللي هي اللي هو طبعا المساهمة في شراء الدواء أو العلاج. انتوا عارفين انه السبب الاساسي لعمل هاي القناة هي الحصول على الدواء والعلاج واتابع رحلتي العلاجية، لكن بسبب الحرب وبسبب ارتفاع الاسعار حاليا صار الوصول للدواء صعب جدا. فبنطلب من الجميع انه ينشر هذا المقطع لحتى نقدر انه نشتري العلاج ونقدر انه نحصل عليه. فما تنسوا يا جماعة انكم تتفاعلوا مع هذا المقطع وتنشروه ما بين الناس لحتى تدعموا اهل غزة في الظروف الصعبة، واحنا كنا اخوة اهل. وطبعا ادعموا القناة بالنشر واللايك، وخليكم معنا لحتى تشوفوا الفيديو تبع اليوم شو راح يكون. شوفوا معي ايش طلع معنا في الباكج. طلع خضرة زي ما انتم شايفين، هاي بتنجان. الحمد لله انه اجى بتنجان، صار لنا مدة ما شفناه. يلا كويس، بنعمله بابا غنوج او بنعمله طبيخ، او الواحد نفسه انه يعمله مسقعة يعني. بنعمل شغلات كتير من البتنجان. لو انه كبير كان عملنا محشي، لكن كمية قليلة طبعا ما بتكفي للمحشي. ممكن نعمله طبيخ طبعا، يعني اي شيء بنعمله من البتنجان. وهاي كمان بطاطا، اجتنا بطاطا، صار لنا مدة طويلة ما اكلنا بطاطا. طبعا البطاطا كويسة خصوصا للناس اللي معاهم برد، او للاطفال نشويات. ممتازة كتير 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 البطاطا. الحمد لله انه اجانا بطاطا. صار لنا تقريبا اكتر من 5 شهور ما اكلناش البطاطا، يعني بنقليها او بنسلقها، بس لو يكون في بيض وشوية زيت بتزبط معنا. يعني الحمد لله على كل حال. وعن جد الواحد كان نفسه في بطاطا. ايش كمان عنا هنا؟ فلفل. هاي فلفل، الحمد لله. الفلفل يعني كميته ممتازة منيحة كتير. احنا اهل غزة بنحب الفلفل كتير 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 كتير. وهاي جنبه البصل. يا الله، الناس متذكرين الناس اللي كانوا بالمساعدات كان يجروا على شوالات البصل، لانه انقطعنا من البصل. صار لنا من يوم الهدنة لحتى الان واحنا مقطوعين من البصل. الله ينتقم من اللي كان السبب. طبعا البصل والفلفل والتومة هدولا يعني بيشفوا من الأمراض، وإلهم فوائد كتير 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 على جسم الإنسان. زي اللي عندهم اللي هو الزكام. كمان بيعطوا نكهة للطبيخ. يعني بدك تعمل ملوخية، بدك تومة مع قرن فلفل، تقليلها بالتومة. طبعا البصل كمان في كل أكل، حتى بالعدس. يعني تخيلوا عدس من غير بصل. العدس والبصل والثوم والفلفل احنا كنا زمان بالبيت يعني ما نقطعهم من البيت نهائي نهائي نهائي، ما نقطعهم. ف يعني مصيبة انهم قطعونا عنها. يعني يا جماعة كتير 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 احنا مشتهيين الخضرة، خصوصا بالحرب حرمونا من الخضرة. يعني انا اول مرة اشوف باكش خضرة مش موجود فيه لا بندورة ولا خيار. طبعا والواحد والله نفسه بشوية سلطة انه ياكلها يسند طوله فيها، لكن لا في بندورة ولا في خيار. وطبعا كتير هدول صار لنا اشهر ما اكلناهم، صار لنا مدة طويلة جدا ما اكلنا لا بندورة ولا خيار. وهاي السكر، هاي السكر اللي كنا مقطوعين منه ونفسنا فيه. هاي السكر الحمد الحمد لله رب العالمين. هاي اجانا كيلو سكر الحمد لله، واخيرا. طبعا وصل السكر عنا اكتر من $100. والجنب السكر هاي السيرج او زيت القلي زي ما انتو بتسموه، حسب كل واحد ايش بسميه. طبعا
في دولته، سكر أو سيرج قلي. وهذا والله كتير 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 ممتاز. طبعا كان سعره غالي جدا جدا، وهي يتوفر عنا الحمد لله، وأجانا بالباكج الحمد لله. يعني صار لنا مدة طويلة جدا جدا ما أجانا باكج خضرة أو اللي هو شوية أغراض إنه هاد، غير اللي هو البتنجان طبعا. الحمد لله كويس كتير زيت القلي، ومهم جدا خصوصا للبطاطا والبتنجان. وهاي رز، هاي رز طبعا، هذا رز بسمتي. هذا الرز ممتاز كتير 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 للمقلوبة. يعني نص كيلو بنعمل مقلوبة فيها. يعني الأكلات هذه كلها اللي انتو شايفينها مناسبة جدا لعمل المقلوبة. الرز، وبعدها اللي هو البتنجان والبطاطا طبعا، إلا السكر طبعا بنحطوش بالمقلوبة. وهاي كمان طبعا قبل ما ننسى نورجيكم الصلصة. احنا عانينا كتير 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 من الصلصة، كتير عانينا كتير كتير. طبعا كانت علبة الصلصة هذه حقها 100 شيكل، يعني كانت غالية جدا جدا جدا، وما كانتش يعني مستاهلة، لكن بسبب الغلاء وبسبب المجاعة غالية جدا جدا. والحمد لله انه اجتني في اللي هو الطرد الغذائي اللي موجود معكم اليوم. وبنتمنى من الجميع انه يدعم اهل غزة ويدعم صمودهم ويوقف معهم في اللي هو ويتحدى المجاعة يلي هم بيعانوا منها، ويلي هم سبب فقرهم وسبب انهاكهم وسبب تعبهم. طبعا هذا كله ما بيجينا الا بفضل رب العالمين وبفضل الناس اللي بتحاول انها توقف جنب اهل غزة. فحاولوا يا جماعة انكم تسندوهم وتوقفوا معهم، والله يحفظكم يا رب. بعد تفكير طويل قررنا انه نعمل البطاطا مسلوقة ونعمل البتنجان مقلي، لكن شو على اساس انه نطبخ على الحطب على اساس انه الاكل يستوي، لكن احنا اللي استوينا الحرارة كانت مرتفعة جدا. ربنا يا رب يفرجها يا رب ويدخل الغاز. وطبعا الدخنة متعبة جدا 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 لإلنا، ومع الحرارة المرتفعة والمعاناة أهل غزة، فربنا يفرجها يا رب على الجميع. وما تنسوا يا جماعة تنشروا هذا الفيديو وتنشروا المناشدة لحتى توصل للناس، والله يسعدكم. وخلونا نشوفكم بالقناة وبالبثوث المباشرة، وكمان بالتفاعلات على اللايكات والاشتراك، وكمان كومنتاتكم على هذا الفيديو، والله يسعدكم يا رب.